للأسف النهاردة كلنا صحينا على الخبر مؤسف بصراحة بحالة الانتحار اللي احنا شفناها دي وللأسف أكتر إن في حالات زي كده كتير، وهو ممكن تكون بتعاني من نفس المعاناة دي ومحدش حاسس. وده بيسموه الاكتئاب الصامت، الاكتئاب اللي هو انت مش حاسس بيه ومش متوقع اصلا ان الشخص اللي قدامك اصلا ممكن تتطور حالته انه ممكن يلجأ للانتحار. لو انا هتكلم طاقيا عن الموضوع ده، هنتكلم طاقيا عن الطاقة والشكرات عاملة ازاي وايه اللي ممكن يؤدي لده. ف... فاللي فاهم في الشكرات عارف ان شكر القاعدة هي غريزة البقاء كلها فيها. ف... فالاكتئاب اللي بيوصل للانتحار هو الاكتئاب انواع، ممكن اكتئاب معتدل، اكتئاب خطير شوية، اكتئاب والميول الانتحارية ده اللي هو بيبقى اخطر نوع. اللي بتبقى الشاكرا فيه مستنزفة جدا، ما فيهاش طاقة خالص، صغيرة جدا. اللي انتوا زي ما انتوا عارفين بقول لكم شاكرا القاعدة هي المسؤولة عن غريزة البقاء. غير شاكرا القاعدة كمان بتبقى الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية كبيرة جدا وأوفر أكتف جدا من كتر المشاعر السلبية المخزنة فيها والأفكار السلبية اللي بتؤدي إلى اتخاذ هذا القرار. طبعا احنا لما بنيجي ننظف حاجة زي كده بننظف البروتوكول النفسي وبنضيف إليه شكر القاعدة وشكرات الإيدين والقدمين كمان، لأن هما بوابات لشكر القاعدة، لأن التركيز الأكبر على شكر القاعدة. وبنظبط أو بنظبط شكر الضفيرة وبننظفها وبننظف فيها منها المشاعر والأفكار السلبية اللي بتؤدي إلى هذا التفكير أو الانتحار كمان وفقدان الرغبة تماما في الحياة. وبننظف معاهم طبعا الحلق والأجنة والتاج. وشاكرا الطحال كمان بتبقى جدا مستنزفة، وشاكرا السرة، لأن شاكرا السرة زي ما احنا عارفين هي المسؤولة برضو عن الفيتاليتي بتاعة الجسم، والطحال كذلك. فبيبقى الهالة مستنزفة جدا والشاكرات مستنزفة جدا ومفيش طاقة تماما. حتى دايما ينبهوا المعالج ان هو المعالج مفروض ياخد باله وهو بينظف بالذات مريض الاكتئاب، لان هو يشحن نفسه كل شوية، لان ممكن من كتر ما طاقة المريض منخفضة يبدأ يسحب من المعالج غصب عنه بدون وعي منه. فالمعالج لازم يكون منتبه لده. في اوقات احنا لما بنعالج الاكتئاب الشديد بنخلي المريض قدامنا يعمل في نفس وقت الجلسة بيعمل تأمل القلبين التوأمين علشان يشحن طاقته على قد ما يقدر، علشان يساعد في العلاج وعشان ما يستنزفش او يسحب من المعالج. فربنا يعفو عن الجميع، وخدوا بالكم وانتبهوا. ولو في اي افكار سلبية او اي حاجات زي كده بتيجي حتى في بالكم، الجأوا للمعالج، الجأوا لطبيب، الجأوا لاي حد يساعدكم. ما تسيبوش نفسكم اللي توصلوا لهذه المرحلة المؤسفة. ربنا يعفو عن الجميع يا رب العالمين.